أنا جيت اليوم باش نفسر لكم البوليميك هذيا اللي صايرة على التوانسة اللي عايشين برا وشراو عقارات في تونس وبعد صارت لهم مشاكل. باهي، باش نفسر من الأول علاش تصير المشكلة هذه، وبعد اللي صارت له المشكلة هذه شنو لازم يعمل، وبعد في الآخر باش نكملوا باش كيفاش نتجنبوا المشاكل هذي. باهي، المشكلة شنيا هي؟ أصل المشكلة شنيا الساعة خلينا نفهموه. أصل المشكلة اللي أنت كيف تجيب تشري عقار في تونس وأنت عايش في برا، القباضة كيف تجيب باش تسجل عقد البيع في القباضة، القباضة باش تقولك جيب لي التصريح بالأداء متاع 3 سنين اللي فاتوا. أنت مادامك عايش لبرا وعندك وما عندكش مدخول في تونس، دونك باش تجيب لها تصريح بالأداء فيه صفر. التصريح السنوي هذاك بالأداءات فيه صفر فيه نيون، وهذا معقول على خاطرك أنت ما عندكش مداخيل في تونس. باهي، بعد تجي مكتب مراقبة الأداء الأداءات يلقاك أنت شريت عقار وأنت عامل له ديكلاراسيون دامبو فيها صفر. دونك هو باش يتسائل باش يسألك يقولك الفلوس هذيا منين. وقتها هوني عنا زوز حالات، عنا الحالة الأولى متاع التوانسة اللي تمتعوا بالامتياز متاع التسجيل ب1%، وذوكم عملوا دوسي كامل فيه التحركات الحدودية وفيه الاتستاسيون متاع البنك وفيه كل شيء ما يثبت الفلوس كيفاش جاي وكل شيء، واللي هما عايشين برا ذوكم ما يكلموهمش، ذوكم سيء ما عندهم حتى مشكلة ومش باش يصير لهم حتى مشكلة. عنا توا العبيد الاخرين اللي القباضة ما عنديش عليهم حتى انفورماسيون، على خاطر ما سجلوش ب1% لعدة أسباب. يا أما شريو من عند بروموتور أقل من 500 مليون، دونك ما استحقوش للدوسي هذاك دونك متاع الامتياز متاع التسجيل متاع 1%، وإلا شريو تيران، وإلا مش المبلغ كامل جاي من برا، دونك ما نجموش يتمتعوا ب1%. هذوكم القباضة باش المكتب الأداءات مراقبة الأداءات باش يبعث لهم باش يقول لهم فسروا لنا كيفاش الفلوس هذوما جبتوه. وقتها تعطيك هي أجل الأول في 30 يوم باش أنت تجيب ما يثبت اللي أنت عايش لبرا واللي الفلوس كيفاش جبتهم وكل شيء، ووقتها تسوي وضعيتك تجيب لهم ما يثبت وتسوي وضعيتك. إذا كان فتنا 30 يوم هي باش تصدر عليك توظيف إجباري، معناتها باش تعطيك توظيف أداء إجباري، وباش تعطيك 60 يوم في يدك من تاريخ الإعلان باش تمشي تعترض قدام المحكمة، وكيف كيف تجيب ما يثبت وتعترض قدام المحكمة وتسوي وضعيتك. هوني المشكلة وقتاش تصير؟ وقت اللي انت تلقاك حطيت في عقد البيع حطيت أدريسة ما فيها حد باش يقبل المراسلات وباش يعلمك بالوقت شنو اللي صار وكل شيء. دوك وقتها يفوتوك الأجال ووقتها يولي ما عندك ما تعمل، والا انت فقت كل شيء اما الفلوس اللي دخلتها ما دخلتيش معناتها ما عندك حتى شيء ما يثبت نتاع تراسابيليتي نتاع الفلوس هذوما. يا اما اعطيني هوني ونعطيك غادي، والا بعثهم لخوك، ولا جبتهم بطريقه اللي ما عندكش تراسابيليتي وما عندكش ما يثبت كيفاش دخلت الفلوس. فهمت؟ وقتها راهو تصير لك مشكله هذيك. كيفاش نتجنبوا المشاكل هذه؟ اول حاجه كيف تدخل الفلوس لتونس ديما خلي ان جوستيفيكاتيف النوار لا، وهذيا نعطيك هوني وتعطيني غادي لا. الحاجه الثانيه نحطوا أدريسة في عقد البيع، أدريسة اللي فيها شكون وينجم يقبل المراسلات، ونخليه له توكيل باش هو ينجم يجبد المراسلات أوكا وتعلم معناتها في الوقت وتنجم تتصرف وتنجم تسوي وضعيتك في الأجال ما يفوتوكش الأجال. به، الحاجة الثالثة إذا كان عندك الحق في الانتفاع بالامتياز تاع 1%، أعملوا وانتفع به. إذا كان ما عندكش الحق ديما خلي تراسابيليتي وحضر دوسيك، ديما دوسيك حاضر على ما ياتي شكون يعرف، ديما كل شيء جوستيفيه كل شيء موجود باش نجم تعترض وتعطي لي جوستيفيكاتيف وما يصير لك حتى مشكله. وديما نحترموا المنشور متاع البنك المركزي
نتاع سنة 2018 اللي يقول راهو كيف تدخّل فلوس يا إما virement sur un compte en devise ولا sur un compte en dinar convertible وإلا تصريح في الديوانة، هكاكا ما يصير لنا حتى مشكلة. فوالا دوك إذا كان عندكم سؤالات اكتبوهم لي وأنا نحاول نجاوبكم. ميرسي.